ازاي شركة راس مالها كان بادئ ب 180 جنيه ودلوقتي بقى 15 مليار جنيه. عثمان احمد عثمان كان شاب فقير من الاسماعيليه وكان بيدرس في كليه الهندسه. عثمان كان بيروح كليته كل يوم بالعجله وكان شاب متفوق جدا. بعد ما اتخرج رجع الاسماعيليه واشتغل مع عمه في المقاولات، لكنه كان عنده حلم اكبر بكتير، كان عايز يبني شركته الخاصه. اشتغل في الاول في المقاولات الصغيره زي بناء المحلات التجاريه وصيانه المباني. بعدها جات له الفرصه وسافر الخليج وفضل يشتغل هناك لحد ما عمل مشاريع بملايين الدولارات. بعدها رجع مصر وأسس شركة المقاولين العرب سنة 1955، وقدر بعدها بسنة ياخد أهم مشروع في حياته وهو بناء السد العالي. وبعدها عثمان أحمد عثمان بقى إمبراطور المقاولات في الشرق الأوسط كله. وبعد ما بدأ برأس مال 180 جنيه، النهارده شركة المقاولين العرب رأس مالها 15 مليار جنيه. ودي كانت قصة من قصص الغالي للغاليين.